مؤكدا أن ما تردد عن بنود سرية في اتفاقية إيفيون غير صحيح. ضياء الدين صياري. تصريحات رئيس جمعية المال قدح ولد قابلية تجاه بعض المذكرات التاريخية يبدو أنها قريبة من الواقع إذا استندنا إلى رأي المختصين في مجال التاريخ. لكن على المؤرخين طبعا أنه يقفوا بتحليل دقيق وفحص حول كل المعطيات والمعلومات اللي قدمها المجاهدين الذين كتبوا مذكراتهم، لأن كتابة المذكرات خاصة بعد استرجاع السيادة الوطنية 1962 خضع وللأسف ويخضع المعطيات النفسية واجتماعية وممكن حتى سياسية كثيرة. رغم أن الكثير من المطلعين على التاريخ يؤكدون أن اتفاقية إيفيان احتوت على بنود سرية، إلا أن ولد قابلية اعتبر الأمر بعيدا عن الحقيقة. اختلاف لدى السياسيين لم يتمكن الباحثون في التاريخ حتى الآن من إيجاد إجابة له. بالنسبة لنا يعني باحثين في التاريخ حتى الساعة لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي وجود هذه الاتفاقيات من عدمها. كثير من الذين كتبوا عن اتفاقية إيفيان لا يذكرون أن فيها بنود سرية، والكثير كذلك يطرح على ما تفهم أنه هناك اتفاقيات سرية. التضارب الكبير في الآراء والشهادات حول الموروث التاريخي الوطني يبقى هو السائد الآن في ظل ارتباط جزء كبير منه بالسياسة، فإن عرف الجزائريون بعضا منه فلا زالوا يجهلون الكثير.